النهارده بقى هنحكي حكايه غريبه جدا، وهي عن ولد اشترى لعبه معينه. اللعبه دي ساكنها روح شريره بتخلص على الناس ومحدش بيكتشف امرها خالص. ومش بس كده، اللعبه دي قررت انها تعمل جيش كامل من الالعاب وتوزع روحها في الالعاب دي عشان تحتل العالم كله. فهل يا ترى الروح الشريره دي هتقدر انها تسيطر على العالم ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. وحابب اعرفكم ان ده هيكون الموسم الاول من مسلسل تشاكي. لو عايزين نلخص باقي المواسم اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ويلا نبدا حكايتنا. الحكايه بتبدا مع ولد اسمه جاك، واللي بنشوفه كده رايح لمعرض بيبيع عرايس صغيره، وفي عروسه اسمها تشاكي بتعجبه جدا وبيقرر يشتريها. وفعلا بيروح بعد كده وبيدي للبنت دي فلوس وبياخد تشاكي وبيمشي من المكان. وتشاكي دي بيكون ساكنها اصلا روح شريره بتخلص على الناس. وبنشوف صاحبه المعرض كده واللي بتلاقي سكينه ناقصه، وتشاكي هو اللي اخدها. اما جاك فبياخد بعد كده العروسه وبيمشي من قلب المكان، وبيحط الهاند فري بقى وبيفضل يسمع بودكاست، وبيسمع واحد بيقول ان معدل الجريمه اترفع جدا خلال المده اللي فاتت، وانهم لحد دلوقتي لسه ما قبضوش على القاتل اللي بيعمل كل ده، وان القاتل ده بيقتل بنفس طريقه القاتل اللي كان في التسعينات وبنفس الاسلوب بتاعه بالظبط. والشرطه لحد دلوقتي مش عارفه توصل لاي حاجه. بس جاك ولا بيهتم بالحاجات دي خالص، وبيفضل يكمل بعد كده في طريقه لحد ما بيوصل للبيت، وبيدخل اوضته كده وبنشوفها مليانه عرايس كتير جدا. والواد ده بيكون بيحبها جدا ومهووس بيها، وبيكون بيجيب عرايس كتير وبيجمع منها حاجات عشان يصنع تمثال معين، وجايب تشاكي عشان يقطع راسه ويحطها على التمثال ده لان راسه عجباه جدا. والقطه بتاعت جاك اول ما بتقرب كده من تشاكي بتترعب جدا وبتجري وبتستخبى. وبيروح جاك بعد كده عشان يشيل راس تشاكي، بس بتكون جامده، والواد بيحاول بكل قوته كده بس ما بيعرفش يشيلها خالص. فبيروح يجيب حاجه كده عشان يقطعها بيها. بس في اللحظه دي بيجي له والده، والعروسه بتبدا تتكلم وبتقول جملتها المشهوره اسم تشاكي ويلا نلعب. ووالده بيقول له اللي انت بتعمله ده مش هيفيدك بحاجه، انت بتستفيد ايه يعني لما تجيب عرايس وتكون منها تمثال والحاجات دي؟ اخرج من الوحده دي، روح قابل اصحابك، روح اشتغل، روح اعمل اي حاجه وعيش حياتك، انت لسه شاب. وبيكون بيعمل كده لان دي كانت هوايه امه زمان، وامه دي ماتت وهو خدها منها. بس لما بيفتكر امه بيزعل جدا وبيفضل قاعد كده وبيفكر في كلام والده وبيقتنع فعلا، وبيتسيب تشاكي بعد كده على الكرسي وبيمشي. واللي بنشوفه عمال يحرك عينه كده نحو القطه، والقطه عماله تصرخ. وبيجي بعد كده الليل، وبيجي بعد كده عم جاك ومراته عشان يتعشوا معاهم، والواد ده ما بيكونش طايقهم خالص. وبيفضلوا يتكلموا بعد كده شويه، وعم جاك بيعرض على اخوه ان يجي يشتغل معاه لانه عنده شركات وكده، واخوه ده فقير جدا. بس اخوه بيرفض ومش عايز اي مساعده من حد. وبيفضلوا يتكلموا بقى عن حياتهم، وبيقولوا ان ابنهم متفوق في المدرسه، وده بيضايق ابو جاك جدا لان ابنه مضيع حياته كلها على العرايس والحاجات الهبله دي وما انجزش حاجه في حياته. وابن عم جاك بيقول ان الناس بتتكلم عليه في المدرسه انه مش تمام يعني وحاجات زي كده، وده بيعصب ابوه جدا وبيكسر الازازه وبيقول لهم يسكتوا. ومرات عمه بتمشي بعد كده عشان تروح الحمام، بس بتلاقي اوضه جاك مفتوحه كده وبيجي لها فضول انها تدخل جوه تشوف العرايس، وبتدخل فعلا. بس في اللحظه دي بيجي لها تليفون من صاحبتها، فبتفضل تتكلم معاها، واثناء ده بتسمع صوت جاي من الدولاب، فبتروح تفتحه وبتشوف تشاكي، والقطه بتنط من الشباك والبنت بتترعب. وبتمشي بعد كده من المكان، واليوم بيعدي على خير، وبياخد عم جاك الاسره بتاعته وبيمشي فورا من قلب المكان. وجاك بيكون واقف بره كده وبيودعهم. بس في اللحظه دي بيسمع صوت جاي من جوه البيت، فبيدخل عشان يشوف ايه اللي بيحصل. بيلاقي والده ماسك حاجه وعمال يكسر التمثال بتاعه، فبيحاول يوقفه بس ما بيعرفش، وبيتضايق جدا لانه تعب في التمثال ده وبقاله سنين بيعمل فيه. وبيفضل يقول له عاجبك اللي حصل ده وانهم شايفينك فاشل؟ انا مش عايز اشوف عرايس تاني في اوضتك. وبيمشي فورا من قلب المكان، والواد بيكون واقف متاثر كده ومش عارف يعمل ايه، وبيبص قدامه كده ما بيلاقيش غير تشاكي. فبيقرر انه يبيعها ويخلص من كل الحاجات دي وما يفكرش فيها تاني. وتاني يوم بنشوفه بيعمل سيرش على الانترنت وبيبحث عن سعر تشاكي، وبيعرف انها غاليه جدا، في اللي ب $1000 واللي اكتر. وبيستغرب جدا لانه جايبها ب $10 بس بيقرر يبيعها، وبياخدها بعد كده وبيمشي من المكان عشان يروح المدرسه ويبيعها بعد ما يخلص. واول ما بيدخل الاتوبيس بيشوف زمايله عمالين يرموه في حاجات وما بيكونوش بيحبوه خالص، والواد بيكون ضعيف كده ما بيعرفش يدافع عن نفسه. وبيوصل بعد كده المدرسه وبيقابل ابن عمه، واول ما بتشوف العروسه معاه بتفضل تتريق عليه وبيتصوروا كده عشان تنشره على جروب الدفعه. والواد ده بيكون شخصيته ضعيفه جدا ومش عارف يرد عليهم، وبيفضلوا يتريقوا عليه لانه فقير وكلهم اغنياء. فبيمشي من المكان وبيروح الحصه بتاعته، واللي بتكون حصه تشريح، والمدرسه بتجيب لهم حيوانات صغيره كده وبتطلب منهم انهم يشرحوها. والواد بيحاول كده بس بيكون مشمئز وما بيحبش ريحه الدم لانه بيخاف منها، وبيحاول يشرحها كده بس ما بيقدرش وبيبص ورا. ولما بيرجع بيلاقي الحيوان ده متشرح بشكل مرعب، وتشاكي هو اللي عامل كده بس الواد ما يعرفش. وكل اللي في الدفعه دلوقتي بيبصوا في التليفونات بتاعتهم بيلاقوا صوره جاك مع العروسه، والبنت بتكون طالبه تبرعات يعني له الجو ده، وكلهم بيفضلوا يضحكوا عليه ويتريقوا. بس ده بيعصب المدرسه جدا وبتفضل تزعق لهم وبتقول لهم انهم عيال مش محترمين.
وبتروح لجاك وبتحاول تهون عليه، فبيطلب منها انها تخلي العروسه معاه لحد ما يعدي اليوم الدراسي عشان ما حدش يتريق عليه، واللي بتوافق فورا وبتاخدها منه. وبتروح بعد كده لاليكسي وبتقول لها ان اللي عملته ده مش صح، وانها تمسح الصور دي ولازم تراعي مشاعر زمايلها. فبتقول لها ده شخص فقير وكده واحنا بنلم تبرعات، وبتكون وقحه جدا، وده بيضايق المدرسه وبتقول لها انها هتبلغ المديره وهتتعاقب، وبتخرج من الفصل وبتسيبها مع تشاكي، واللي بيبدا يتحرك بعد كده وبيفضل يضحك بصوت مرعب. والبنت بتتخض وبتبص تشوف الصوت جاي منين، وبتلاقي تشاكي واقف قدام الباب وعمال يضحك ضحكه مرعبه وبيحاول يقرب منها، بس في اللحظه دي المديره والمدرسه بيفتحوا الباب وبيدخلوا وشاكي بيقع. والبنت من الرعب اللي حصل لها ده بتعتذر وبتقول لهم انها تروح تمسح الصوره، وبتمشي فورا من قلب المكان. والمدرسه بتاخد تشاكي وبتحطه في الخزنه بتاعتها في المكتب. اما جاك بقى فبنشوف بعد كده عمال ياكل وبيجي له ولد اسمه ديفون، واللي بيبدا يتعرف عليه وبيبقوا اصحاب. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيمشي بعد كده جاك من المكان وبيسيب تشاكي في المدرسه وبيروح بيته وبيعرض صوره تشاكي على الانترنت. وفي اللحظه دي بيجي له مكالمه من الاعلان، وفي شخص بيقول له لازم تتخلص من تشاكي فورا لانها مش مجرد عروسه، دي روح جوه عروسه، وروح اتاكد كده فيها حجار بتشغلها ولا لا. بس بيطنش كلامه وبيروح ينام. وتاني يوم بيفوق بعد كده وبينزل لوالده عشان يتكلم معاه، بس والده بيقول له انا قلت لك تتخلص من العرايس دي وانا لقيت دي في الحمام. فبينصدم جدا ازاي جت هنا لانه سابها في المدرسه امبارح وما اخدهاش. وبيروح بعد كده وبيبص في ظهر تشاكي ما بيلاقيش الحجاره فعلا، وبيتصدم من ده وما شغاله ازاي. فبيقرر انه يتخلص منها وبياخدها بعد كده وبيحطها في صندوق الزباله وبيقفل عليها، بس ما يعرفش اللي هيحصل له بعدين. وبيروح بقى الحفله للمدرسه، وبتطلع بعد كده البنت المتنمره دي عشان تقدم الحفله، بس كالعاده بتفضل تتريق على جاك وبتقول عليه فقير وانه ما عندوش مستقبل وانهم مش لاقيين ياكلوا والجو ده. بس بتسمع صوت مرعب كده بيقول لها انها ما تتنمرش عليه تاني. وجاك بيبص وراه بيلاقي تشاكي واللي بيقول له انه ياخده ويطلعه على المسرح وانا هظبط لك كل ده. والواد بياخده فعلا وبيطلع على المسرح وبيفضل تشاكي يتكلم وبيقول له انه صاحب جاك، والناس بتفضل تضحك كده ومبسوطين لان فاكرين ان جاك عامل عرض. وبيطلع بعد كده تشاكي تليفون اليكس بعد ما خده وبيقول انها بتخون ابن عم جاك وانها بتعمل حاجات مش تمام وبيفضحها على الاخر. والبنت بتتعصب جدا وبتاخد التليفون وبتجري فورا من قلب المكان. ولما بتخلص الحفله بياخد جاك بعد كده تشاكي وبيرجع البيت وبيلاقي والده برضه متعصب وبيقول له ان المدرسه كلمته بسبب اللي هو عمله في الحفله وانهم فصلوكوا اسبوعين. وبيضربه بعد كده وبياخد تشاكي وبيحطها على الترابيزه وبيقول له انه يطلع اوضته. والواد بيكون متعصب جدا ومتضايق من كل اللي بيحصل في حياته ده. ووالده بيروح بعد كده عشان يسكر كالعاده، بس بيلاقي الازازه فاضيه وبيستغرب وهوب فجاه الكهرباء بتقطع. فبينزل البدروم وبيروح للوحه التحكم وبيحاول يشغلها من تاني، بس هوب فجاه بيلاقي تشاكي قدامه واللي بيكون شرب الويسكي وبيرشها عليه، ولانه واقف حافي الكهرباء بتمسك فيه وبيموت. وبيكون قتله عشان بيتكلم مع ابنه بطريقه وحشه وهو مش عايز حد يكلمه كده. وصوت الاب بيكون عالي لدرجه ان ابنه بيسمعه وبينزل وبيشوف والده بيموت وما بيعرفش يعمل له حاجه. فبيبلغ بعد كده الشرطه واللي بيجوا يسالوه عن اللي حصل، فبيقول لهم ان نزل للوحه التحكم لقى الكهرباء ماسكه فيه. وفي اللحظه دي بيجي بعد كده عمه، والواد اول ما بيشوفه بيحضنه وبيقرر انه ياخده عشان يعيش معاه لانه لسه صغير وتحت السن وما ينفعش يقعد لوحده. وفعلا بيمشوا من المكان وبيوصلوا البيت وبيدخلوا بعد كده وبيوريه اوضته، بس جونيور ابن عمه بيكون متضايق لانه ما بيكونش حبه اصلا. اما جاك فبياخد بعد كده تشاكي وبيدخل الاوضه وبيكون متعصب جدا وبيقول له يحكي له اللي حصل. فبيضربه بالقلم وبيقول له انت بائس وفاشل. فبيقول له انت اللي قتلت والدي؟ فبيقول له ايوه عشان كان بيزعق لك، انت ضعيف ما تخليش حد يتحكم فيك او حد يزعق لك. وبيعرفه ان هو كمان اللي قتل القطه بتاعته. فبيفهم ان الاسطوره حقيقيه وان روح القاتل اللي كان في الستينات هي اللي متحكمه في العروسه دي. وبيطلع بعد كده السكينه وبيقول له الدور على اليكسي، مش دي اللي كانت بتتنمر عليك؟ والواد بيكون مرعوب ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم بيمشي بعد كده من المكان عشان يروح المدرسه بتاعته، وبيجي ولد كده من زمايله اللي كانوا بيتنمروا عليه وبيعزيه على وفاه والده وبيعتذر له عن اي مضايقه سببها قبل كده، وعشان يصالحه بيعزمه على حفله النهارده معموله هيكون فيها كل اللي في المدرسه، واللي بيوافق فورا انه يجي. والبت المتنمره دي بتفضل برضه تتريق عليه، والبت دي بتكون رخمه من الاخر. وبيت عمه بقى بنشوف بعد كده الشغاله وهي عماله تنظف، وتشاكي بيكون قاعد على الترابيزه وعمال يضحك بصوت مرعب، والشغاله بتروح عشان تطلع السكاكين وتنظفها، بس بيجي تشاكي وبيزقها والبنت بتقع عليها وبتموت. وبعد شويه وقت بيجوا كل اللي في البيت وبيبلغوا الشرطه واللي بيحققوا في الموضوع ده، والمحققين بيكونوا مستغربين جدا من كميه الوفيات اللي بتحصل في المدينه بشكل غريب وان مفيش اي اثر. وبينهوا بعد كده التحقيق وبيمشوا فورا من قلب المكان. اما جاك فبيرجع بعد كده اوضته وبيفضل يتكلم مع تشاكي واللي بيكون عمال يقرا في الكتاب كده، فبيساله انت اللي قتلت الشغاله ولا لا؟ فبيقول له لا مفيش سبب عشان اقتلها، انا بقتل بس اللي يستحق الموت، انما الناس الكويسه مالهمش ذنب. ومرات عمه بقى بتكون عماله تتكلم مع عمه وبتقول له الولد ده هو السبب في اللي حصل لان ابوه كان قاسي معاه والعنف ده اكيد حوله لشخص مش كويس.
كويس. بس في اللحظه دي بيكون سامعها جاك وبيتضايق من الكلام ده وبيمشي فورا من المكان. وفي اللحظه دي جونيور ابن عمه بيدخل اوضته وبيفتح اللابتوب وبيبص بيلاقي صوره اليكس حبيبته، وده بيعصبه جدا وبيقول له انه ملوش دعوه بحبيبته. فبيبص الواد في الصور وبيتفاجئ لان مش هو اللي عامل كده اصلا. وابن عمه بيمشي من المكان عشان يروح الحفله، وعم جاك بيقول له انت مش هتروح ولا ايه؟ بس بيقول له ملوش مزاج وبيطلع بعد كده اوضته وبيفضل يدور على تشاكي في كل مكان ما بيلاقوهوش. فبيغضب جدا وبيفضل يدور زي المجنون كده. وتشاكي بيكون لابس قناع وماشي كده مع الناس وعمال يتمخطر كده وشكله مسخره على الاخر، والناس بيفتكروه عيل صغير ومحدش بيكلمه. وبيروح بعد كده للست دي وبيفضل يسالها عن مكان الحفله لانه مش عارف، فبيدله عليها فبيشكرها وبيديلها التفاحه دي هديه منه، وبيكون حاطط جواها موس عشان لما تاكلها تتبهدل. وبيكون شرير جدا يعني مش اي كلام. وبيروح بعد كده الحفله وبيدخل جوه وبيقابل اخت اليكسي واللي شافت تشاكي في حفله المدرسه واعجبت بيه جدا وعماله تتكلم معاه ويلعبوا، والبنت صغيره ومش فاهمه ان عروسه بتتكلم. اما جونيور بقى فبيوصل بعد كده الحفله وبياخد اليكسي وبيروحوا يقعدوا في اوضه لوحدهم كده، وتشاكي بيتسلل وبيروح تحت السرير اللي هم قاعدين عليه وبيمسك سكينه كده وبيحاول يطعن اليكس بس عماله تتحرك ومش عارف يلمسها لحد ما بيخلصوا وبينزلوا الحفله. وجاك بيجي بعد كده الحفله عشان يدور على تشاكي قبل ما يعمل اي مصيبه، وبيفضل يسال كل اللي في المكان على اليكسي بس محدش عارف هي راحت فيه. وبيجي صاحبه بعد كده وبيقول له لازم يجي معاه ويدور على عروسه واليكسي، والواد بيستغرب جدا بس بيقول له هفهمك بعدين. وبيشوف اليكسي دلوقتي وهي لابسه لبس والده وعماله تتريق عليه لما مات واتكهرب وكده، والواد بيتضايق جدا ومش فاهم هي ليه بتعمل كل ده اصلا. وفي اللحظه دي بيشوف شاكي فبيروح ياخده بسرعه قبل ما يعمل اي حاجه، وبيمشي فورا من المكان وبيرجع البيت وبيفضل يشتكي ان حياته بايظه وانه مش زي باقي الاولاد الطبيعيين ومحدش بيحبه. فبيقول له تشاكي عشان تعيش في العالم ده لازم تتحكم في عواطفك، وان في ناس كتير تستاهل الموت، وانك لازم تواجه ما تبقاش ضعيف لانهم هيستغلوك دايما ويجوا عليك. وبيقول له بالسكينه دي لازم تقتل بنفسك البنت المتنمره لان خلاص هي تجاوزت كل الحدود. والواد بيقتنع بده وبياخد منه السكينه فعلا، وبيفضل يوجهه بقى يعمل ايه بالظبط، وانه لازم يراقبها لحد ما تبقى لوحدها ويخلص عليها وما يسيبش اي اثر وراه. وتاني يوم بياخد بعد كده السكينه وبيروح لاليكسي وبيشوفها وهي عماله تجري في قلب المكان كده ومحدش هناك، وفعلا بيفضل وراها وقبل ما يقتلها بيتفاجئ ان ده جونيور ابن عمه وكان لابس لبسها، فبيخبي السكينه فورا وبيمشي فورا من قلب المكان. وجونيور بيروح بعد كده لاليكسي وبيقول لها انها تجاوزت كل الحدود وانها لازم تعتذر لجاك على اللي هي عملته ده، بس بترفض وبتقول له مش هتعتذر لواحد فقير وفاشل زي ده. فبيمشي من المكان ومتضايق منها. وبتدخل بعد كده البيت بتلاقي اختها الصغيره عماله تصرخ واللي بتكون عايزه تشاكي لانها اتعلقت بيه بعد ما لعبت معاه امبارح ومش عايزه اي حد غيره. فبتقرر اليكسي انها تعتذر لجاك عشان تاخد منه تشاكي وتديها لاختها، واللي بيكون دلوقتي واقف وعمال يدور على السكينه يقتلها بيها. وفي اللحظه دي بتجيله وبتديله ظهرها كده وبتحاول تعتذر له بس مش قادره تقولها، وهو ماسك السكينه وبيحاول يقتلها بس لما بتبص له بيخبيها. وبتعتذر له بعد كده على اللي عملته معاه وانها فعلا زودتها، وبتقول انها عايزه تشاكي عشان اختها بس بيتعصب جدا وبيرفض وبيمشي فورا من قلب المكان. وبيروح بعد كده لتشاكي وبيفضل يحكي له اللي حصل، فبيقول له ما قتلتهاش ليه؟ كنتوا لوحدكم. فبيقول له ما ينفعش كنا في الجراج. فبيقول له انت جبان، ان اردت ان تفعل شيئا على اكمل وجه ففعله بنفسك. هات السكينه ووديني بقى لاختها دي زي ما هي عايزه. وفعلا بياخدها وبيروح لبيت اليكسي وبيديها لاختها الصغيره، والبنت بتتنطط كده من الفرحه وبتروح تلعب معاها وبتحاول تاكلها. وبما ان البيت فاضي بقى عند اليكسي وكده فبتقرر انها تجيب اصحابها وتعمل حفله، وبتروح تنيم اختها واللي بتاخد تشاكي في حضنها. وبتروح بعد كده للحفله وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا ويستمتعوا بوقتهم. وتشاكي بقى بيفوق ومش عارف يتحرك من البطانيه، فبيطلع السكينه وبيقطعها وبيفضل ماشي ورا اليكسي عشان يموتها. واول ما بتطلع بيطعنها بالسكينه بس بيطلع ان ده ولد تاني، فبيقول له يخرب بيت امك افتكرتك اليكسي بس هقتلك عشان محدش يعرف حقيقتي. وبيخلص عليه فورا. وبتروح اليكس بعد كده وبتكون قاعده لوحدها وعماله تدخن، واللي بينط عليها وبيحاول يموتها، والبت بتخاف وبتترعب وبتحاول توقعه باي طريقه بس السكينه بتقع منه فبيحاول يخنقها. وبتبص كده بتشوف ان ده تشاكي وبتترعب اكتر، والسيجاره اللي وقعت منها بتولع في الستاره والبيت بيبدا يولع، والعيال اللي تحت لسه عمالين يرقصوا ومحدش واخد باله من اللي بيحصل. تعالوا بقى نرجع بالزمن ورا عشان نعرف ايه اللي حصل لتشاكي. وبنشوفه وهو صغير واللي شاف مره سفاح بيخلص على ابوه، وساعتها امه اخدته وراحت استخبت في الدولاب، والواد بيكون معاه سكينه، والسفاح بيجي وبيفتح الدولاب وبيلاقي الولد خلص على امه، وبيقول له الولد انا وفرت عليك كتير. فبيعجب بيه جدا وبيقول له انت ليك مستقبل ولما تكبر هتبقى سفاح قد الدنيا. وبيكون الولد ده اصلا اتولد بنوايا اجراميه. وفي الوقت الحاضر بنشوف بعد كده تشاكي بعد ما البيت ولع واللي خارج كده ومبسوط وبيضحك ضحكه شريره، وكل الاولاد بينتقلوا بعد كده للمستشفى لان حصل لهم ضيق تنفس من الحريق، بس كلهم بيبقوا كويسين. لكن البنت الصغيره ما قدرتش تستحمل وانتقلت للعنايه عشان حصل لها ضيق تنفس من الدخان جامد. وبنشوف بعد كده المحققه واللي
واللي جايه تطمن على ابنها، وبيطلع ان ديفون صاحب جاك هو ابنها. وبتفضل تساله بقى عن جاك، لان اي جريمه بتحصل او اي حريق موجود جاك كان موجود فيه. فبيقول لها لا جاك كويس، وكمان هو ما كانش موجود في قلب الحفله دي. فبتفضل تساله بعد كده عن اللعبه تشاكي، لان اللعبه دي وراها حاجه. فبيستغرب ازاي لعبه عملت كل الحاجات دي، وبيفضل يعمل بعد كده سيرش كتير. اما جاك فبيجي بعد كده المستشفى وبيقابل اليكسي، واللي بتكون عايشه وبتحكي له ان تشاكي العروسه هجمت عليها وكانت عايزه تموتها، وان اكيد في روح شريره ساكنه جواها وتخليها تعمل كل ده. فبيقول لها لو حكيت لاي حد مش هيصدقك، لان بالنسبه له الكلام مش هيبقى منطقي. وبيسالها تشاكي فين، فبتقول له اكيد مات في الحريق. فبيقول لها كويس، يبقى لازم نروح ونتاكد انه مات والا هيرجع تاني وهيبقى عايز يقتلك. فبتفضل تقول له هو عايز يقتلني قوي كده ليه، بس ما بيرضاش يقول لها ان عشان هي بتتنمر عليه. وبياخدها بعد كده وبيمشوا من المكان وبيروحوا للبيت بتاعها. واول ما بيوصلوا هناك بيشوفوا حرس كده عمالين يحرسوا البيت، بس بيفضلوا يتسللوا من وراهم كده وبيروحوا عشان يدخلوا من الباب اللي ورا. وفعلا بيدخلوا هناك وبيمسكوا كشافات كده وبيفضلوا يدوروا على تشاكي في كل مكان، بس مش لاقيينه خالص. والبت بتفضل تزن عليه وبتساله هو ليه عايز يخلص مني قوي كده. فبيقول لها عشان انت بنت رخمه ومتنمره، وحتى تنمرت على والدي اللي مات وما عندكيش ذره تعاطف حتى، وهو شجعني ان اقتلك وانا وافقت وكنت هعمل كده. والبنت من كتر الخوف بتفضل ترجع لورا وكده وكانت هتقع، بس جاك بيمسكها على اخر لحظه. وفي اللحظه دي بيظهر بعد كده تشاكي، واللي بيكون اتشوه خالص من الحريق اللي حصل، وبيفضل يقول له سيبها عشان تقع وتموت وانا اخلص عليها. والواد بيرفض وبيفضل يشدها كده. فبيقول له مش دي اللي كانت بتتنمر عليك، سيبها. بس الواد برضه بيرفض وبيطلعها وما بيعملهاش اي حاجه. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم المحقق وبيسالهم بيعملوا ايه هنا ولازم يخرجوا. واول ما تشاكي بيشوفه بيرجع دميه تاني عشان ما يشكش فيه، وبيقول لاليكسي ان ابوها هو اللي بعته عشان ياخد الدميه لاختها الصغيره، وبياخدها وبيمشي من المكان. وهما بيخافوا الدميه دي تعمل حاجه في البنت، وبيروحوا وراه فورا وبيركبوا العربيه وبيفضلوا يقولوا له انه يسيب الدميه دي او يتخلص منها لانها خطيره جدا، بس ما بيسمع لهمش. وبيوصل بعد كده المستشفى وبياخد الدميه وبيدخل جوه. وفي اللحظه دي بتيجي لجاك المحققه وبتكون عايزه تتكلم معاه على انفراد. فبيقول لاليكسي انها تدخل جوه وتلحق الدميه لا تعمل حاجه. وفعلا بتفضل تجري في المستشفى كده عشان تلحق اختها، بس بتقابل ديفون، واللي بيبدا يقول لها انه عامل سيرش على الانترنت عن الدميه بتاعت شاكي دي، وبيبدا يحكي لها بعد كده كل اللي عرفه. اما المحقق ده فبنشوفه واخد الدميه وداخل الاوضه اللي فيها البنت الصغيره، وبيحط بعد كده تشاكي على الترابيزه. وفي اللحظه دي تشاكي بياخد مشرط من الموجودين في الاوضه وبيرميه بقوه في ظهر المحقق، واللي بيسيب العمود الفقري بتاعه وبيقع وبيتشل وما بيعرفش يتحرك خالص. وبياخد تشاكي حقن كتير وبيفضل يتعب بقى المحقق لحد ما بيقضي عليه خالص. والمحققه دي بتاخد جاك على انفراد وبتفضل تساله بقى عن الجرائم اللي حصلت لوالده والحاجات التانية، وانه كل جريمه بتحصل انت او اللعبه بتاعتك بتكونوا موجودين فيها، وبتقول له يحكي لها الحقيقه بالظبط. والواد بيخاف كده وبيبدا يتوتر وما بيكونش عارف يعمل ايه، وكان هيتكلم خلاص. بس في اللحظه دي في انذار بيشتغل، لان بنشوف كل الدكاتره بيجروا على البنت الصغيره لان جهاز الانعاش منها يتشال، والبنت بتبدا تموت. بس بيشوفوا الفيشه متشاله وبيحطوها تاني والتنفس بيرجع لها والبنت ما بيحصلهاش حاجه. وبيروحوا بعد كده وبيشوفوا جثه المحقق ده وبينادوا للشرطيه، واللي بتيجي وبتستغرب المنظر ده، بس بتستنتج ان مش جاك هو اللي عامل كده لانه كان معاها في نفس الوقت بالظبط. والثلاث اولاد بيبصوا بعد كده تشاكي، واللي بيعمل لهم حركه كده وبيفضل يضحك ضحكه شريره وبيقول لهم اللي فات قليل واللي جاي كتير. تعالوا بقى نرجع لورا شويه. بنشوف تشاكي بعد ما كبر وبيكون كان مختل جدا، وبيفضل يحكي للاطفال دي قصص لما كان في دار الايتام، وبيحكي لهم قصص رعب عن قاتل متسلسل وحاجات مرعبه كده. ولما بيخلص بيمشي من المكان، بس عامل النظافه بيضايقه وبيكلمه بطريقه مش حلوه. فبيمسك سكينه بعد كده وبيطعنه وبيخلص عليه وبيرميه بعد كده. وبينادي الاولاد اللي كانوا بيحكي لهم قصص دول وبيوريهم الجثه، واللي بيترعبوا منها وبيفضلوا يجروا في قلب المكان. بس في طفل منهم بيقف كده وما بيكونش خايف وشكله كده عنده نوايا زيه شريره. وتشاكي بيفرح جدا لانه لقى تلميذ له. وبالليل لما بيكتشفوا الجريمه اللي حصلت دي بيبلغوا الشرطه واللي بيجوا فورا. وتشاكي بيشوفهم كده وعمال يضحك ضحكه خبيثه، واللي بيقرر يلم هدومه بقى ويمشي من قلب المكان عشان ما يتمسكش. والايام بتعدي وتشاكي بيبقى قاتل متسلسل وبيفضل يعمل جرائم كتير ومحدش بيمسك عليه حاجه، لحد ما اتعرف على بنت كده اسمها تيفاني، واللي كانت هوبا زيه كده، والاتنين تعاونوا مع بعض وبقوا بينفذوا الجرايم. والايام بتعدي اكبر وتشاكي بيكبر وبيبدا ينفذ جرائم كتير، وفي يوم قدر ينقل روحه للبنت دي. اما في الوقت الحاضر بقى البنت الصغيره بتفوق، واول حاجه بتطلبها من ابوها انه يجيب لها تشاكي، واللي بيروح يجيبها لها فعلا. بس البنت بتترعب اول ما بتشوفه لان بقى مشوه وبتفضل تصرخ. وابوها بياخد بعد كده اللعبه وبيروح يرميها في قلب الزباله. ولما بيرجع الاوضه بيلاقي اليكس هناك وبتساله تشاكي فين، فبيقول لها ان روحها في الباسكت. فبتجري بعد كده وبتبلغ جاك والواد التاني، واللي بيجروا فورا عشان يجيبوها، وبيفضلوا يدوروا في كل مكان بس ما بيلاقوهاش. وده بيعصب البنت جدا لانها مش عارفه تعمل ايه، لان كده حر وهيجي عشان ينتقم منها. بس بيفضلوا يهدها وبيقولوا لها انهم معاها. وبعد شويه وقت بيمشوا بعد كده العيله من المستشفى، والبنت اخيرا بتكون بخير وبترجع بيتها. وبيفاجئها ابوها بعد كده بلعبه تشاكي جديده واللي جابها لها من على الانترنت، والبنت بتفرح بيها جدا. اما اليكس بقى اول ما بتشوف اللعبه دي بتترعب وبتصورها وبتبعتها بعد كده لجاك. وبالليل بنشوف بعد كده الجو عمال يمطر، وبنشوف تشاكي في منظر مرعب كده، واللي جاي يبص من ورا الشباك وبيشوف البنت الصغيره وهي معاها اللعبه الجديده اللي على شكله، وبتفضل تلعب بقى لحد ما بتنام. وبيجي ابوها وبيطمن عليها، واثناء ما هو ماشي بيشوف فجاه تشاكي اللي رماه في
الباسكت، وبيستغرب ازاي هنا وهو رماها اصلا، فبياخدها بعد كده عشان يرميها في الباسكت اللي بره البيت. واول ما بتشوفه اليكس بتبلغ بعد كده جاك، واللي بتجري فورا وبتفضل واقفه كده على صندوق الزباله وبتحط ايدها عليه عشان تحبسه لحد ما جاك والواد التاني يجوا. وبعد شويه وقت بيجوا فعلا وبيطلعوا تشاكي وبيحطها في كيس كده وبيفضلوا يدوسوا عليها عشان يموت، واللي بيتدغدغ 100 حته، وبيفرحوا جدا لانهم اخيرا كده خلصوا منها. بس ما يعرفوش ان تشاكي اسطوره لا تموت. وتاني يوم بنشوف المحققه دي عامله اجتماع في المدرسه لكل اولياء الامور والطلاب، وبيفضلوا يطمنوهم ان مفيش اي جريمه تانية هتحصل في المدينه وانهم مسيطرين على الوضع. ودلوقتي هم لسه بيدوروا على قاتل بس هيمسكوه في اسرع وقت، وانهم كمان عملوا حظر تجول في المدينه وان هيبقى في مواعيد عشان محدش يخرج بعد ساعه معينه. وبتنادي بعد كده على مديره المدرسه عشان تقول كلمتها، بس في اللحظه دي راسها بتتحدف من ورا، واللي بيكون تشاكي هو اللي عامل كده، وبيكون قبل ما يموت نقل روحه للعبه اللي كانت مع البنت الصغيره، وبيفتح بعد كده الستاره وبيوريهم جثه المديره. والعيال اول ما بيشوفوا المنظر ده بيترعبوا لان كده تشاكي لسه عايش. وبنشوف بعد كده اللي حصل امبارح لما تشاكي بص من الشباك وساعتها دخل وعمل التعويذه ونقل روحه للعبه دي عشان شكله كان مشوه. وتاني يوم في المدرسه بنشوف بعد كده المحققه واللي بتروح للمدرسه دي وبتقبض عليها عشان لقوا بصماتها في موقع الجريمه، وبيتهموها ان هي اللي قتلت المديره، وبياخدوها بعد كده وبيمشوا من المكان. والعيال بيبصوا كده ومش عارفين يعملوا ايه لانهم عارفين اصلا ان تشاكي هو اللي قتل مش هي، بس محدش هيصدقهم ان عروسه هي اللي قتلت. وبيحاولوا مع بعض بقى يتكلموا عشان يلاقوا حل ويخرجوا المدرسه دي ويوقفوا تشاكي بقى قبل ما يأذي حد تاني. فبيحكي لهم الواد ده ان عمل سيرش كتير على الانترنت وعرف ان في ولد زمان تشاكي قتل عيلته، والولد ده حاجه كتير بس محدش صدقه. وبيدوروا بعد كده على الرقم بتاعه عشان يتواصلوا معاه لحد ما بيلاقوه فعلا، واللي بيكلموه وبيحكي له بعد كده كل اللي حصل معاهم وقصه تشاكي بالظبط. والولد ده بيكون اسمه اندي، واللي بيعرفهم ان فعلا اللعبه دي هي اللي عملت كده، وبيقول لهم ان يبعتوا له العنوان بتاعه عشان يجوا ويساعدهم. وبنشوف بعد كده اندي ومعاها البنت دي واللي بيكونوا ماشيين، بس الغريب انهم بيعملوا نفسهم كده من تعداد السكان وبيروحوا لبيت معين وبيطلبوا من الشخص ده انهم يشوفوا كل اللي في البيت. ولما بيعرفوا ان عندهم بنت صغيره بيطلبوا الالعاب بتاعتها، وبتجيب لهم البنت دي نسخه من نسخ تشاكي، والنسخه دي بيكون فيها جزء من روح تشاكي برضه. واول ما تشاكي بيشوفه بيعرفه وبيطلع السكينه عشان يقتل البنت، بس اندي بيطلع طلقه وبيضربوا بيها وبيفضلوا يغربلوه بالرصاص عشان يتاكدوا انه مات، وبكده بيتخلصوا من جزء من روح تشاكي. وبيمشوا بعد كده من المكان وبيروحوا لجاك عشان يقتلوا بقى تشاكي اللي موجود هناك. تعالوا بقى نروح لتيفاني البنت اللي كانت مرتبطه بتشاكي زمان واللي بتكون لسه عايشه دلوقتي، ومعاها في البيت البنت اللي تشاكي نقل روحه ليها واسمها بيكا. والبنت دي اول ما بتشوف الدم بترجع لشخصيتها الحقيقيه لان شخصيتها الحقيقيه بتكون مشلوله اصلا، وبتفضل تمثل كده ان تشاكي مسيطر عليها عشان تحاول تقتل تيفاني وتهرب. بس تيفاني بتعرف انها في حالتها الطبيعيه دلوقتي وبتضربها وبتفقدها الوعي وبتاخدها وبتوديها لبيت تشاكي القديم لحد ما روحه ترجع تتمكن منها من تاني. تعالوا بقى نروح لجونيور ابن عم جاك واللي بتجيله امه وبتعرفه انها مصابه بالسرطان وبتكون منهاره جدا، والواد بينصدم من ده وبيفضل يطمنها وبيحضنها وبيقول لها ان مفيش حاجه هتحصل لها خالص. والغريبه انها بتمشي كده وبتروح للدكتوره بتاعتها وبتقول لها انها مش هتتعالج من السرطان لانها مش عايزه تبان ضعيفه قدام ولادها وعايزه تعيش معاهم كل لحظه. وبتروح تقف في الشباك كده وعماله تبص لابنها، وفي اللحظه دي بيظهر تشاكي وبيزق عليها العربيه دي وبيخبطها وبيوقعها من الشباك وبتموت قدام ابنها. والواد بينصدم اول ما بيشوف امه ميته وبيفضل ينهار. وتاني يوم بنشوف بعد كده الاسره متجمعه وجوزها بيفتكر انها انتحرت عشان المرض بتاعها لانها كانت حزينه وهي بتتكلم، بس جاك بيرفض يصدق ده وبيعرف ان تشاكي اكيد هو اللي عمل كده. اما ديفون بقى فبيكون مقلق لتشاكي يدخل عليه وهو نايم، وبيفضل يدور كده على الانترنت على الحيل ازاي يعرف لو حد دخل البيت بتاعه وكده، وهي عن حبل معين كده بيقدر يربطه في المقابض بتاع كل الابواب اللي موجوده في المكان، ويربطه كده بدبدوب صغير. الدبدوب ده لو اتحرك يبقى حد دخل البيت، وبيعجب بالفكره جدا وبيبدا يطبقها بقى وبيروح ينفذ كده فعلا، وبيكلم بعد كده اصحابه وبيطبقوها في البيوت بتاعتهم. واليكس بنشوفها بعد كده وهي قاعده كده مراقبه عشان تشوف هل تشاكي هيدخل ولا لا، وفعلا بيفضلوا مستنيين لحد ما الدبدوب بيتحرك والعيال بتترعب وبيفضلوا ماشيين بحذر كده عشان يشوفوا مين اللي عامل كده، وبيلاقوا الافاجوره دي واقعه مكسوره وبيبصوا بيلاقوا خطوات رجل تشاكي دخلت من فتحه التهويه، وبيكون واقف فوق كده وشايفهم. وهوب فجاه النور بيقطع وبنشوف بعد كده تشاكي وهو داخل على اليكسي عشان يخلص عليها، والبنت بتترعب اول ما بتشوفه ما بتكونش عارفه تعمل ايه، وبيفضل يقول لها انه مش هيقتلها بس تقتل جاك، مش انت كنت بتتنمري عليه وبتحس بمتعه كده وانت بتضايقيه؟ وفي اللحظه دي بيجي جاك من وراه وماسك حاجه كده عشان يخبطه، بس تشاكي بيشوفه في انعكاس السكينه وبمهاره كده بيجري وبينط من تحته وبيطعنه وبيخلع فورا من المكان. فبيجي ديفون بعد كده وبيكهربه وبيوقعه على الارض وبيروح عشان يكمل عليه، بس الصاعق بيعطل فبيستغل تشاكي الفرصه وبيجري فورا من قلب المكان. وفي الوقت ده بتيجي المحققه عشان تشوف ابنها، بس بيهجم عليها تشاكي وبيبدا يعضها، والبنت بتترعب منه وبتحاول تقاوم كده لحد ما بتتشتت وبتقع من فوق السلم، وللاسف رقبتها بتنكسر وبتموت، وابنها بيجي وبيشوف امه ميته ومش عارف يعمل ايه وبيكون حزين عليها جدا. وتاني يوم بيعملوا لها بعد كده جنازه وبيجوا كل قرايبهم والمعارف بتاعتهم، والثلاث شباب بنشوفهم وبيقول لهم ديفون انه مش هيكمل خلاص وان كفايه بقى الناس اللي ماتت وانه مش عايز. بس في اللحظه دي بيجي جونيور وبيتعصب على جاك جدا وبيقول له انت لعنه كل القريبين منك بيموتوا، امشي وما تجيش هنا تاني انت مؤذي، وبيضرب
وبيضربه قدام الناس، وبيتضايق كمان لما بيشوف اليكس بقت قريبه منه وانفصلت عنه. فبيجي بعد كده ابوه وبيفضل يهديه. وفي اللحظه دي بتيجي تيفاني حبيبه تشاكي القديمه، واللي بتيجي كده وبتسلم على ابو جونيور ومحدش بيعرفها ومش عارفين هي عملت كده ليه، وبتمشي فورا من قلب المكان. اما جونيور بقى فبنشوف بعد كده داخل البيت وبيدخل اوضته وبيلاقي فجاه تشاكي قدامه، واللي بيبدا يلعب بقى افعاله وبيقول له شفت الست اللي كانت مع والدك من شويه؟ دي والدك كان بيخون مامتك معاها، وهي لما عرفت قررت تنتحر عشان ما استحملتش، وانك لازم تخلص عليه عشان تاخد حق مامتك. ومش بس كده، انت لازم تموت كمان جاك واليكسي عشان اليكسي خانتك وجاك خدها منك. يخرب بيت الشر اللي في امك. والواد فعلا بيقلبها في دماغه كده وبيقتنع، وبيروح يمسك السكينه وبيقرر انه يعمل كده فعلا. اما جاك بعد اللي حصل مع جونيور ده بيقرر انه يلم حاجته ويمشي من البيت عشان كفايه مشاكل لحد كده، وفعلا بيروح لعمه وبياخد منه فلوس عشان يمشي وبيخلع فورا من قلب المكان. اما ديفون بقى فبيقرر ما يستسلمش ويجيب حق والدته لان مش هيروح خطر، وبيجيب بعد كده عنوان لتشاكي القديم لما كان بشري من على الانترنت، واللي بيقرر بقى يروح البيت ده عشان يفهم بالظبط، وبيقرر انه يدور على تشاكي ويخلص منه نهائي عشان ما يأذيش حد تاني. وفعلا بيمشي من المكان وبيوصل للبيت بتاعه وبيروح يكسر الازاز بتاع الشباك كده وبيدخل منه، وبيفضل يدور في كل البيت لحد ما بيسمع صوت فبيفضل يتتبعه، واللي بيطلع صوت بيكا وعماله تستنجد بيه. فبيروح الواد ده عشان يحررها، بس بيطلع ان روح تشاكي سيطرت عليها خلاص، وبيفضل يضحك كده ضحكه شريره وبيمسك الصاعق وبيصعق به الولد ده وبيربطه مكانه. اما اندي بقى والبت اللي معاه اللي بيصطادوا الارواح بيكونوا في طريقهم عشان يوصلوا لبيت جاك، بس بيقول لها انها تنزل تفاول العربيه بتاعته، واول ما بتنزل بيمشي فورا من المكان عشان مش عايزها تتعرض لخطر ويحميها. وجاك بقى بنشوفه واصل لمحطه الاتوبيسات عشان يمشي من المدينه، والواد ما بيكونش عارف يروح فين ولا يعمل ايه، بس كل اللي في دماغه دلوقتي انه يبعد عن اي حد عشان ما يأذوهوش، وكفايه الناس اللي راحت بقى. بس اثناء ما هو قاعد كده بيشوف مندوب شحن معاه لعبه من لعبه تشاكي، فبيجري وراه فورا انه بيفضل يساله اللعبه دي رايحه لمين بالظبط، واللي بيقول له على عنوان كده، وبيطلع ان ده عنوان تشاكي القديم. فبيديله فلوس بعد كده وبيشتروا منه اللعبه دي، وبيحاول يتكلم معاها بس بيعرف ان روح تشاكي لسه ما سكنتهاش، وبيفضل يضرب فيه كده بكل غل وعايز ينتهي منه باي طريقه. وبيمشي بعد كده من المكان وبيرجع لاليكسي، واللي بيفضل يعرفها كل اللي حصل. فبيفضلوا يدوروا بقى على العنوان بتاع العروسه اللي كانت رايحه له دي، وبيعرفوا من الانترنت ان ده نفس عنوان تشاكي القديم، وبيلاقوا كمان ديفون صاحبهم بعت لهم رساله انه هيروح لبيت تشاكي عشان يدور عليه. فبيقرروا انهم يروحوا ينقذوه قبل ما تشاكي يعمل فيه حاجه. اما ابو جونيور بقى فبنشوفه واقف كده سكران وماشي كده عمال يتطوح، وبيروح لاوضه ابنه وبيقول له انه عايز يتكلم معاه، واللي بيكون قاعد يتكلم مع تشاكي، وتشاكي فجاه كده هو اللي بيتكلم، والاب بيستغرب هو ازاي الاب عماله تتكلم. وجونيور بعد كده بيروح يواجهه بيقول له انت خنت امي، بس بيقول له ما حصلش، امك انتحرت عشان ضعيفه وانت زيها ضعيف. والواد بيتعصب وبيزقه، ولان والده سكران مش عارف يقاوم ولا يتحرك. واول ما بيقع الواد بيمسك تشاكي وبيفضل يضرب في والده بكل عنف لحد ما بيخلص عليه وبيموت. وفي نفس الوقت ده بقى في لعبه تانية من لعبه تشاكي بينتقل لها روح تشاكي، ودي اللعبه اللي جاك اخدها من شويه واللي بتمسك سكينه كده. وجاك واليكس بعد كده بيفضلوا قاعدين وما بيكونوش فاهمين هو ليه تشاكي عمال يحرض الناس على القتل ما بيقتلش بنفسه، لانه كمان حرض اخت اليكس الصغيره انها تقتل عيلتها، وكمان في سر في الموضوع ده. واثناء ما هم بيتكلموا بيظهر تشاكي قدامهم وبيقول لهم سبرايز. اما ديفون بقى فبيفوق بيلاقي نفسه مربوط وقدامه لعب كتير من لعبه تشاكي، وكلها بيكون جواها اجزاء من روح تشاكي. والواد بيتخض من ده جدا، واحد كان مدوخهم امال كل ده هيعملوا فيهم ايه، وبيكونش لسه عارف هو هيعمل ايه بالنسخ دي كلها، بس بيقول في سره كده على الدنيا السلام. اما تشاكي بقى اللي مع جونيور فبيفضل يهنيه على اول جريمه ليه، وبيقول له انت قدامك مستقبل عظيم وهتبقى سفاح قد الدنيا لما تكبر، واحنا مع بعض هنحتل العالم. وبيفضلوا واقفين كده في الشباك، وفي اللحظه دي بيشوفوا اندي وهو داخل البيت بتاع جونيور لان جاك بلغه انه يجي هنا، وبيخبط كده وجونيور بيفتح له. فبيساله انت جاك؟ فبيقول له لا جاك مش موجود. بس اندي كده بيحس بحاجه وبيحس ان الواد ده مريب، وبيدخل بقى عشان يدور على اللعبه في كل مكان. وفعلا بيفضل يدور بس ما بيلاقيش تشاكي خالص لانه بيكون استخبى اصلا عشان عارف ان اندي جه عشان يخلص عليه. ولما بيلاقيش تشاكي بيقرر يمشي، بس بيفضل يحذر جونيور من اللعبه دي وبيقول له انه يبعد عنها لانها مؤذيه، وكل اللي هتجيبه لك هو الخراب والدم والموت ومش هتبقى انت. وبيمشي من المكان، وفي اللحظه دي بيطلع تشاكي من قعده الحمام وكان مستخبي فيها، وبيفضل يقول له عيل رزل. وبيعرف من تشاكي ان الشخص ده كان عايز يخلص عليه، فبيقول له جونيور طب ما خلصتش عليه ليه؟ فبيقول له معاه مسدس وده نقطه ضعفي، بس ما تقلقش انا هتكتك له كده، دوره جاي هيروح مني فين. اما بقى جاك واليكس فبنشوفهم بعد كده واللي تشاكي بيقرب منهم وكان خلاص هيخلص عليهم، بس في اللحظه دي بينضرب برصاص وبيتغربل وبيقع على الارض وبيموت. واللي بتطلع صاحبه اندي، والعيال بيكونوا مرعوبين جدا، بس البنت دي بتفضل تهديهم وبتعمل لهم كمان حاجه يشربوها، وبتقول لهم اقعدوا وانا هحكي لكم كل حاجه. وبتبدا تحكي لهم بقى ان السفاح ده زمان اول ما مات عمل تعويذه كده ونقل روحه للالعاب اللي هو فيها دي، وما قدرش ينقل روحه لاي
اي حد تاني الا بنت كده اسمها بيكا، والبنت دي من ساعتها وهي مختفيه، بس بيعرفوها ان مفيش وقت دلوقتي، ان صاحبهم هناك ولازم يروحوا ينقذوه عشان ممكن يحصل له حاجه. فبتقول لهم ما تقلقوش اندي جاي دلوقتي وهنروح مع بعض، وبتكون بتحور وبتعرفهم كمان ان تشاكي لما بيحرض حد يقتل مقابل ده جزء من روحه بتنتقل للعبه من الالعاب، وكل ما يحرض حد روحه بتنتقل للعبه تانية لحد ما يكون جيش من العرايس والعالم كله هيبقى عليه السلام. بس في اللحظه دي العيال بيفقدوا الوعي لانها حطت لهم مخدر في المشروب عشان يبقوا في امان، وبتقول لهم ان ده لمصلحتكم. تعالوا بقى ننتقل لتيفاني واللي بنشوفها كده رايحه بيت تشاكي، وفي نفس اللحظه دي بيوصل كمان جونيور وتشاكي اللي معاه وبيقول لها رحبي بصديقي الجديد، وبتاخده بعد كده وبينزلوا تحت وبنشوفوا ديفا، وبيروح بعد كده تشاكي وبيفضل يخطف في الجيش بتاعه عشان يبداوا خطتهم الجايه بقى، والواد مش مستوعب اللي بيحصل ده. وتيفاني بتشحن بعد كده الالعاب وشكلها ناويه كده توديها مكان معين. اما بيكا فبنشوفها بعد كده راجعه لوعيها من تاني لشخصيتها الحقيقيه، والبنت اول ما بتشوف تشاكي بتترعب منه جدا وبتحاول تمشي من المكان بس بتكون مشلوله مش عارفه، فبيقول لها خلاص انت دورك انتهى، وبيكون عايز يخلص منها لانها ساعات بترجع لوعيها وما بيعرفش يسيطر عليها، وكمان هو عنده دلوقتي عرايس كتير فهيحتاجها في ايه. وبيأمر تيفاني انها تقتل نسخه تشاكي دي، بس هي بترفض لانه بيفضل معاها بالساعات، وبتروح تقتل نسخه اللعبه وبتمسكه كده وبتفضل تصرخ فيه وبتقول له انها تعبت ومتضايقه منه لانه اناني وطول عمره اناني، حتى زمان كان بيقتل لوحده من غيرها. وبتقول له كمان لما الشرطه عرفت مكانك وراحت عشان تخلص عليك انا اللي بلغت عشان اخلص منك. فبيقول لها يا بنت ده انا هنفخك. فبتقول له مهما يكن اللي تقدر تعمله اعمله، وبتروح بعد كده وبتحط قنبله على الباب عشان اللي يجي يفتح الباب القنبله تنفجر فيه ويموت، وبيمشوا كلهم من قلب المكان وبيسيبوا الواد ده عشان ينفذوا خطتهم، والواد بيكون مرعوب جدا لا يموت. بس في اللحظه دي في حد بيدخل البيت واللي بيكون اندي، ولانه عارف العاب تشاكي كويس بيقدر يدخل من غير ما القنبله تنفجر، وبيفضل يضرب بعد كده نسخه تشاكي ده بكل غل، وبيروح وبيفك ديفون وبيقدر انه يحرره. لكن قبل ما يمشوا من المكان بتوصل بعد كده صاحبته وبتفتح الباب والقنبله بتنفجر والبيت كله بيولع. وتاني يوم بيفوق بعد كده جاك واليكسي واللي بيشوفوا في الاخبار ان بيت تشاكي انفجر امبارح، والعيال بينصدموا من ده جدا لان صاحبهم كده مات، وبيحضنوا بعض كده وبيعيطوا وبيفضلوا يواسوا بعض. وجاك بيمشي من المكان كده وبيروح لبيت صاحبه وبيكون مفتقده جدا ومش عارف يعمل ايه من غيره، وبيفضل قاعد هناك. بس في اللحظه دي بيجي ديفون واللي بيكون لسه عايش ما ماتش، وبيبدا يحكي له بقى عن كل اللي حصل، عن تشاكي وجيشه وعن اند اللي جه انقذه وهربه ساعتها قبل ما البيت ينفجر، بس هو مش عارف هو مات ولا لسه عايش. وبيعرفه كمان ان جونيور ابن عمه انضم لتشاكي وخلاه يقتل ابوه، والواد اول ما بيسمع الكلام ده بينصدم ازاي يعمل كده. فبيعرفه ديفون بعد كده ان في حفله خيريه هتتعمل هنا في المستشفى هيكون فيها اطفال كتير والعمده وكل الناس المهمه في البلد هيكونوا موجودين، وبيستنتجوا ان تشاكي هيوزع الالعاب على الاطفال، وده لو حصل هيبقى كارثه، وبيقرروا يروحوا لهناك عشان ينقذوا الوضع. تعالوا بقى نروح للحفله الخيريه دي واللي بتكون بدات واللي بتقدمها العمده اللي هي ام اليكسي. وفي اللحظه دي جونيور وتشاكي بيظهروا من ورا اليكسي، وجونيور بينادي لها وبيستنجد بيها على اساس انه ضحيه وكده، والبنت فعلا بتروح له. وفي الوقت ده تيفاني بتيجي على اساس انها ممثله وبتوزع الهدايا على الاطفال، واليكسي بتروح بعد كده وبتقابل جونيور واللي بيظهر وهو ماسك سكينه. وفي نفس اللحظه دي تشاكي اللي توزع على الاطفال بيكون واحد منهم مع اخت اليكسي، واللي بيسيبها كده وبينزل على الارض وبيفضل ماشي في قلب المكان، وبيحاول من تحت الكرسي انه يقتل ام اليكسي، بس بتقوم واحد بيقعد مكانها فبيقتله، وبيفضل ماشي بقى تحت الكرسي وبيفضل يخلص على الناس واحد ورا تاني، وبتحصل حاله ذعر بين الناس وبيفضلوا يجروا من المكان والمكان بيتحول لفوضى حرفيا. وبيجي جاك وصاحبه بعد كده وبيدخلوا جوه المكان بيلاقوا ابو اليكسي ميت والبنت الصغيره موجوده، فبياخدوها وبيمشوا. وجاك بيروح بعد كده وبينادى على تشاكي باعلى صوته وبيقول له هوقفك، فبيقول له غيرك حاولوا كتير محدش عارف. يا ابني انا ببني تاريخ، انا اسمي ده هيتخلد في التاريخ لالاف السنين قدام، تخيل عيل تافه زيك اللي هيوقفني. وبيجري بعد كده وبينط على جاك وبيمسك السكينه وبيحاول يقتله بيها، بس الواد بيفضل يقاوم. ونسخه من نسخ تشاكي بيقول له جونيور ان يقتل اليكسي، واللي بيحاول بس ما بيقدرش لانه بيحبها ومش عايز يموتها، وبيروح لتشاكي بعد كده وبيطعنه وبيحاول يموته، بس تشاكي قبل ما يموت بيكون طعنه وموته، واليكسي بتجري عليه وبتنهار وما بتلحقوش والواد بيموت. وجاك بيزق بعد كده لعبه تشاكي دي بعيد وبيقوم يعلقه في الحيطه دي وبيموته هو كمان، وبياخد جاك اصحابه وبيمشي من قلب المكان. اما اندي بقى فبنشوفه بيرمي عامل التوصيل وبياخد العربيه اللي فيها نسخ تشاكي اللي فيها روحه، وبيكون لسه عايش ما ماتش، والعرايس دي لو خلص منها كده خلاص خلص على تشاكي نهائي وهيرتاح من شره. وبيشاور بعد كده على جاك واصحابه وبيودعهم وبيمشي من المكان. بس في اللحظه دي بتظهر له عروسه فيها روح تيفاني واللي بتهدده بمسدس صغنطط كده وبتقول له انه يروح للمطار والا هتقتله، فبيسمع كلامها وبيمشي من المكان. اما تيفاني بقى الاصليه فبتكون قطعت اطراف بيكا عشان لما تشاكي يرجع ما يعملهاش حاجه، والبنت بتتصدم اول ما تعرف اللي هم عملوه فيه ده. طيب هل كده اندي ممكن يخلص من نسخ تشاكي ولا تشاكي هيتحرر وينتشر في العالم؟ بس زي ما احنا عارفين تشاكي اسطوره لا تموت، وده هنعرفه بقى في الموسم الثاني اللي هينزل قريب، فلو عايزين نعمله اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ودي كانت نهايه حكايتنا، اشوفكم الفيديو الجاي.